السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة قفل المؤشر على 19750 نقطة بصعود نص في المية. قيمة التداول كانت 2 مليار و500 مليون. عدد الأسهم 228 بصعود 115 وهبوط 87 سهم. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم التجاري 572 مليون، بعد كده بلتون 342 مليون، بعد كده سهم هيرمس 88 مليون، بعد كده الإسماعيلية للدواجن 75 مليون، بعد كده شارم دريمز 65 مليون. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع البنوك 24%، بعد كده قطاع الخدمات المالية 22%، بعد كده قطاع العقارات 11%، بعد كده قطاع الأغذية والمشروبات 9%، بعد كده قطاع الكيماويات 6%. النهاردة المؤسسات الأجنبية فقط هي اللي شراء وهي اللي شايلة السوق النهاردة، والأفراد المصريين كانوا بيع، بالإضافة إلى المؤسسات المصريين أيضا والعرب الأفراد ومؤسسات أيضا كانوا بيع. ايه اللي حصل في سهم عبورلاند النهارده؟ سهم عبورلاند زي ما احنا عرفنا بالامس ان هو ارتفع تقريبا 4%، صعد الى 8 جنيه 58 قرش. النهارده وصل الى 8 جنيه 68 او 8 جنيه 67 قرش تقريبا. طبعا لقى مقاومة شرسة عند 8 جنيه 70 قرش. طبعا الميكر شاف ان المقاومة دي فيها عدد كبير جدا من البياعين، فادى ايحاء للناس ان هو هيتراجع، وفعلا تراجع الى 8 جنيه 50 و 8 جنيه 45 قرش. طيب ليه الميكر بيعمل كده؟ عشان يخلي الناس ترمي الاسهم بتاعتها. اللي كان عارض اسهمه على 8 جنيه 70 طبعا مش هيقدر يصبر، وهيفتكر ان السهم هيرجع الى 8 جنيه 30 ويرجع تاني الى 8 جنيه، فقال لك ارمي اسهمي وابيعها عند 8 جنيه 50 و 8 جنيه 45 قرش. اللي بيحصل في سهم عبورلاند ان هو في حالة تجميع دلوقتي ما بين 8 جنيه 45 قرش و 8 جنيه 55 قرش لاختراق منطقة 8 جنيه 70 قرش وصولا الى المستهدفه اللي هو 8 جنيه 90 و 9 جنيه بمشيئة الله تعالى. طيب سهم اسماعيلية مصر للدواجن، احنا وصينا على السهم ده امبارح لما وصل الى مستويات سعرية 9 جنيه 50 قرش، وقلنا ان هو عنده دعم قوي عند 9 جنيه 50 قرش، وحطينا ليه نقط وقف الخسارة عند 9 جنيه 40 قرش. وبالفعل الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا في السهم ده، والسهم ده ارتفع الى 16%، وصل الى 11 جنيه تقريبا، وحقق قيمة تداول 75 مليون. ده سهم بي انفستمنت. سهم بي انفستمنت كان عنده دعم قوي عند 17 جنيه 30، 17 جنيه 25 قرش. هو كسر هذا الدعم، وصل الى 17 جنيه 14 قرش، وقفل عند 17 جنيه 20 قرش تقريبا. طبعا في ناس كتير رمت اسهمها في سهم بي انفستمنت نتيجة ان الناس زهقت من السهم، وشافوا ان السهم قعد فترة كبيرة جدا عمال يجمع، وفي كان في رمي كبير في الاسهم في سهم بي انفستمنت. انا بتفائل بالسهم ده، وشايف ان بعد طول الوقت اللي بيجمع فيه السهم ده اكيد الميكر لما عدد اسهم باسعار كويسة جدا جدا جدا، وان شاء الله هيحصل انفراجة في السهم مدام الناس زهقت من السهم، والميكر شاف ان الناس رمت اسهمها باسعار قليلة. الميكر رجع لم تاني الاسهم، وان شاء الله هنشوف انفراجة في سهم بي انفستمنت. بس ده كان الفيديو النهاردة. ادعو حضراتكم للانضمام الى جروب الفيسبوك وجروب الواتساب. هسيب لحضراتكم لينكات الجروب تحت في اول تعليق في الفيديو، وادعو حضراتكم للاشتراك في قناة أكاديمية عواد. وشكرا جدا لحضراتكم، واهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. شكرا لكم.